جمهور نادي الزمالك العظيم ومتابعي قناه الفانيلا البيضاء. طبعا هنتكلم النهارده يمكن عشان الزمالك والاسماعيلي، مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي هتبدا ان شاء الله بعد كام ساعه كده. بس انا قبل ما ادخل في الموضوع، يعني يا جماعه الجمهور ان شاء الله بيرجع، وجمهور نادي الزمالك مش محتاج حد يوصيه. جمهور نادي الزمالك ما فيش بعده جمهور ولا قبله جمهور، هو وبس. بس انا عندي سؤال وعايزكم تشيروه وعايزكم تجاوبوني يا جماعه. لو جبت رئيس مجلس اداره لنادي اي نادي، ورئيس النادي ده بغض النظر عمل سمسره، عمل فساد، عمل صفقات باسم مثلا وهميه، حاجات كتير قوي، اختلاسات، الكلام ده كله، المهم انه يغرق النادي في مشاكل واعباء ماليه غير طبيعيه، ويمشي الحبيب اللي كان ماسك النادي ده. انا بقول مثال طبعا، ما بذكرش اسم حد. ليه ما يبقاش في حساب له؟ يعني ليه ما يبقاش في حساب له؟ ليه ما يبقاش في اهدار مال عام ونجيبه ونحاسبه؟ انت جبت ده بكام وراح ليه؟ طب والقضايا اللي انت عملتها، طب ما دفعتهاش ليه؟ طب ليه اتعاقدت معاه؟ طب ليه اتعاقدت معاه؟ انا مثلا اروح اتعاقد مع 30 40 لعيب، حلو الكلام، وال 30 40 لعيب دول مش هينفعوني ولا فايديني بحاجه، بس اعباء ماليه عليا ومبالغ بالدولارات يا جماعه. فانا ليه ما اتحاسبش؟ وليه ما يتمش استدعائي ان حد يحاسبني؟ ليه؟ يعني انا مش عارف بصراحه. المهم خلينا في موضوع النهارده الزمالك والاسماعيلي. طبعا في غيابات كتيره جدا، وده شيء حلو مش وحش على فكره، انك انت تبدا تشوف البدائل عندك وتبدا تلعب بالاوراق اللي موجوده وتبدا تبتكر. نادي الزمالك مليان لعيبه، وعلى فكره اللعيبه دي انا لو من جوميز والله اخد بيها الدوري، بس على الاقل امشي اللي ما بستفادش بيه. احنا ربنا كرمنا في الفتره الاخيره ببعض اللعيبه اللي بتصنع الفارق. لعيبه يعني انا وجهه نظري محمد شحاته ده رهيب جدا باك رايت، وهيبقى احسن باك رايت في مصر، وهيبقى نجم منتخب مصر، لكن لو في نص الملعب لا، شكل تاني خالص لنادي الزمالك، شكل تاني خالص لنادي الزمالك. هو وجنب نبيل عماد دونجا، قدامه عبد الله السعيد، ناصر ماهر ممكن يلعب مكان مصطفى شلبي. انا بقول ناصر ماهر من اللعيبه الثقيله اللي ما ينفعش تقعد. يعني في لعيبه بنادي الزمالك عندك لازم تبدا بيهم، لازم تبدا، لازم. في لعيبه ممكن تقعدهم، لكن في لعيبه لازم تكون في الملعب، لان هي دي اللعيبه اصحاب الفارق الكبير. فانا اتمنى نادي الزمالك الفتره الجايه على الاقل اللعيبه اللي مش موجوده، الحمد لله بنشكر المجلس، ولازم نقول شكرا للمجلس الحالي. على فكره يا جماعه اللي عمله مش سهل برضه، خلي بالكم. يعني المبالغ اللي دفعها دي كانت ايام مرتضى منصور، البلاوي الزرقاء اللي بتحصل لنادي الزمالك دي ايام المستشار مرتضى منصور، ومفيش حد بيقول تعالى، ولا حد بيحاسبه، ولا الفلوس دي منين، ولا ابراهيم انضاي فلوسه جت ازاي، ولا اكينولا، ولا عم خالد بوطيب اللي لعب ربع ساعه ومشي. يعني المفروض برضه على الاقل يبقى في حساب. تعالى يا عم استدعاء يا عم، ايه اللي حصل؟ ليه وديت نادي الزمالك كده؟ ليه القضايا دي؟ بس من باب يعني السؤال. فنادي الزمالك انا بقول عنده لعيبه المفروض تكون في الملعب ما تطلعش. يا محمد شحاته انا وجهه نظري نادي الزمالك كباك رايت عظيم، وهيبقى من احسن باكات رايت في مصر، لكن نص ملعبك انا بقول عبد الله السعيد عامل شغل عالي جدا ومهم جدا، بس ما ينفعش يا جماعه يلعب تديله واجبات دفاعيه. عبد الله السعيد ده ما ينفعش تديله واجبات دفاعيه نهائي. عبد الله السعيد ده يعني يا مركز 10، يعني 10 تحت راس الحربه يكسر الدنيا، او 8 يعملها لك حلو قوي، بس 8 برضه بدنيا بقى بتتعب. يعني انت ما تحط محمد شحاته ونبيل عماد دونجا قدام عبد الله السعيد، يا نهار اسود، يا نهار اسود. وقدامك في الشمال ناصر ماهر مكان مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لعيب كبير، لكن انا لازلت بقول الايجابيه بتاعته لسه. مصطفى شلبي للاسف مش عارف يستغل المهاره اللي عنده، مش عارف يعني بيوصل وبيجيله فرص كتير. فاتمنى انه يطور نفسه. مصطفى شلبي لعيب كبير جدا وعنده مهاره قويه جدا ولعيب عالي ولعيب ما بيخافش، بس عنده احسن من كده، والمفروض يكون احسن من كده. فانت اليمين عندك زيزو، انا ممكن بقى في الفتره دي ان زيزو مش موجود، لا ابدا اشوف مين ممكن يديني مكان زيزو، مين ممكن يديني في اليمين، مين يلعب، لان شيكابالا برضو يعني مش موجود، فتوح مش موجود، لازم تشوف البدائل مين دلوقتي. لازم ما تعتمدش على الموجود، ولازم اللعيبه اللي عندك اللي مش بستفاد بيها تمشيها. يعني تبدا واحده واحده تقول انا عايز ايه، خلاص انا هطلع ناشئين. لا، طب اللعيبه اللي عندي حاليا انا مش عايزهم مين؟ مثلا ناصر منسي بالسلامه، رؤى بالسلامه، مين تاني؟ ابراهيم انداي بالسلامه، سامسون اكينولا بالسلامه، المسلوسه حتى لو هتمشيه مع انه لعيب كويس جدا في باك، بس استفاد باللعيبه باماكن ثانيه احسن. حلو الكلام، ممكن تجيب ثاني او توديه باك رايت مسلوسه حلو، لكن على الاقل هو الوحيد اللي انا شايفه. يعني لو قعدت الجزيري محتاجين راس حربه قوي عنه. الجزيري لعيب يعني انا مش عارف تحركاته، يعني برضه الايجابيه بتاعته اي نعم لعيب كبير، لكن الايجابيه احنا عايزين واحد تاني يخلص يا جماعه، واحد يبقى رايحه منتهيه خلاص، لعيب 9 بمعنى 9، لعيب بيعرف يستلم، لعيب بيعرف يشوط، لعيب بيعرف يقطع، لعيب بيعرف يتحرك. هو سيف الدين الجزيري انا بقول من اللعيبه كويسه جدا، لكن انا عايزه يشتغل على نفسه اكتر من كده. يا تخليه بس هات معاه فيرو التالي عشان يخليه يغير.
فرود تاني جامد، فرود هجام، فرود ما بيضيعش، فرود محطه ياخد ويلف بمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ويروح لعيب في ال 18 ما تعرفش توقفه. هو ده انت محتاج فرود. لكن لازم نشكر مجلس الاداره الحالي يا جماعه على المبالغ اللي اتصرف فيها، وايقاف القيد اللي اتشال، وانك انت هتشارك في بطوله الكونفدراليه، ده شيء جميل جدا. لازم نشكر المجلس الحالي، لكن لازم يتحاسب المجلس اللي فات ليه الفلوس دي راحت كده، وليه المبالغ دي، وليه القضايا، وليه ما اتحلتش في وقتها، وليه انت تعاقدت بالمبالغ دي. يعني اسئله، وكل واحد يتحاسب بالقانون. فنادي الزمالك النهارده مباراه مهمه جدا قدام الاسماعيلي. انا نفسي مكسب في مكسب على الاقل، انا نفسي نادي الزمالك يكسب 5 مباريات ورا بعض، 5 مباريات ورا بعض، هيبقى في شكل الفرقه بقى. اصل مكسب ومكسب تعادل ومكسب خساره ده مش حلو. لكن احنا لا زلنا بنقول نادي الزمالك ممكن مش مطالبينه بالدوري، لكن ممكن ينافس. والله الدوري لسه فيها، العب واكسب. وجوميز انا بقول قدامه فرصه رهيبه انه يجرب اوراق ثانيه كتير، يشوف بديل زيزو مين، حسام عبد المجيد فرصه انه مش موجود. لان انا بقول يا جماعه ده احنا شفنا بيكفورد يا جماعه، وشفنا في بطوله اوروبا الاخيره حراس المرمى بيطلعوا الكره زي احسن من حسام عبد المجيد واحسن من مدافعين الزمالك كلهم. ازاي بيطلعوا الكره على الارض، وازاي بيطلعها الطويله. انت عندك سردباكات ما بتعرفش تبصي 2 متر، حسام عبد المجيد على الارض ما بيعرفش لوحده. فانت فرصه تشوف بدايل، تشوف سردباكات سريعه. السردباك الف باء سريع، معاك انه جسم، بس بغض النظر جسم ولا مش جسم، المهم يكون قوي في الارتقاء، قوي في الكرات العاليه، في الارضي سريع، يغطي فرمله، عنده توقيت، بيعرف يطلع الكره، عنده مهاره. فانت محتاج بقى تجرب. فالمباراه دي اتمنى ان شاء الله نشوف شكل نادي الزمالك النهارده. عندك غيابات، عايزين نشوف علامات استفهام. شيكابالا ما بيشاركش ليه؟ فتوح هيفضل ده كله؟ طب ليه؟ طب شيكابالا الاصابه اللي عنده وصلت لفين؟ طب شيكابالا متعاقب والجهاز مش عايزه ولا لا؟ في غموض. لكن انا ما عنديش مشكله، بس على الاقل ان احنا نشوف بدايل. نادي الزمالك باي حد عايزين نلعب، والله العظيم 3 يا جماعه الكوره ما عادش فيها فوارق. الكوره ما عادش فيها فوارق. 11 لعيب في الملعب واقفين صح، بيدافعوا صح، في تكتيك بيلعبوه. لما الكره تبقى معاك بتتصرف ازاي، لما الكره تبقى تنقطع منك شكلك الدفاعي ازاي، شكلك الهجومي، تحولاتك، الف باء كوره. ما عادش عندك ميسي اللي بياخد الكوره ويقعد يرقص، ما عادش الكوره ما عادش فيها الكلام ده. هي التيكي تاكا اللمسه واللعبه والتحرك بدون كوره بس، وازاي توصل وازاي تعرض، الف باء الكوره مش صعبه. فما عادش في فرق، بس المهم انك انت تلعب ازاي، وازاي تلعب على قدك، وازاي الكوره ما فيهاش فيها اختراعات. فنتمنى نشوف نادي الزمالك النهارده ان شاء الله بشكل حلو. المهم اذا عجب الفيديو لايك شير كومنت والضغط على زر الجرس. السلام عليكم.